السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كروشيه ستايل. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض بورتفيه أو شنطة زي اللي شفناه في الصورة في أول الفيديو. أول حاجة هيبقى عندي أنا هشتغله بخيط المكرمية المصري، هو أصلا اللي في الصورة معمول بخيط المكرمية قصدي خيط السلسلة الحرير. هنشتغل بخيط المكرمية المصري اللون اللي هو كشمير الى حد ما او نحاسي غامق شوية مع الخيط الازرق الفاتح، ويبقى عندي كمان متر من السلسلة عشان هشتغل عليها الحزام. طبعا عايزة تشتغلي الحزام على سلسلة وخيط، عايزة تشتغلي بالطقم الجلد ده مفيش اي مشكلة خلاص. وهيبقى عندي هشتغل بإبرة رقم 4.5 خلاص، وحلقتين طبعا سهلة الفتح عشان لو حبينا نمسكه كبورتفيه او نركب فيه الحزام. اول حاجة هنبدأ بسم الله ونبدأ بالخيط الازرق. هنشتغل عدد 22 ل23 سلسلة على حسب الطول اللي انت عايزاه. 1 2 هعد 22 سلسلة. لقيت الطول اقل شوية ممكن تزودي سلسلة. اشتغلت 23 سلسلة، وهشتغل كمان سلسلة ارتفاع، بقى عندي 24 سلسلة. هسيب اخر سلسلة انا اشتغلتها وهلف الخيط، نلف السلسلة وهشتغل في ظهر الحلقة بتاع السلسلة غرز حشو عادية. في كل الغرز هشتغل في كل سلسلة غرزة حشو عادية. خلصت كده الحلقات السلسلة اللي عندي كلها بغرز الحشو العادية. هاجي عند اخر سلسلة وهشتغل فيها 3 غرزة حشو. طبعا هنا هنشتغل بورتفيل في الصورة مع تعديلات بسيطة، هو مش معمول له قاعدة، احنا هنوسعه شوية عشان يشيل معايا يعني ويبقى عملي ومريح في كل مشاويري. اشتغلت هنا 3 سلسلة، هدخل في الحلقة دي هي برضو وهشتغل غرزة سلسلة رابعة. يبقى كده اشتغلت 4 قصدي غرزة حشو، اشتغلت 4 غرزة حشو في اخر سلسلة انا عملتها. هدخل بقى في كل الحلقات هنا وهشتغل غرز حشو عادية. خلاص هخلص السطر هنا بغرز الحشو لغاية هنا، وهاجي هنا هقولك هنعمل ايه بالظبط. وصلت كده لاخر غرزة عندي في السطر، وهشتغل عندي اخر غرزة هشتغل فيها 3 غرزة حشو. دي 1 2 ادي كده الغرزة التالتة، وهدخل هنا وهشتغل غرزة منزلقة. خلاص كده يبقى انا كده اشتغلت 4، هي اصلا فيها الغرزة الاولانية يبقى كده فيها 4 غرز حشو، وهنا 4 من غرز الحشو. كده انا عملت القاعدة بتاعة البورتفيه بتاعي. خلاص هرتفع سلسلة وهشتغل في الحلقة الخلفية هنا في نفس الغرزة اللي عملت فيها المنزلقة. هدخل في الحلقة الخلفية واسحب واشتغل غرز حشو، وهدخل برضو في الحلقات الخلفية بتاعت كل الغرز اللي عندي وهشتغل غرز حشو عادية فردية كمان في كل غرز الحشو.
بالشكل ده. خلاص طبعا مش هشد ايدي على الخيط عليه الصلاة والسلام عشان يبقى مرتاح معايا. انا معايا خيط مكرمية مصري بفكركم، وبشتغل بإبرة رقم 4.5. دلوقتي السطر ده هو بداية ارتفاع البورتفيه. خلاص بشتغل غرز حشو فردية في الحلقة الخلفية بتاعة غرزة الحشو اللي في السطر اللي قبله. والسطر ده طبعا هنشتغل بدون تزايد، هنشتغل السطر كله بدون تزايد. يعني هشتغل كده في الحلقات الخلفية بتاعة كل الغرز دي، شايفين كل الغرز دي لغاية ما اوصل لأول غرزة حشو عندي. طبعا لو بتنسي أول غرزة أو بتتلخبطي بإمكانك انك تعلمي. بصي انا مش معايا دلوقتي مشبك علامة، بس هعلمه ب ممكن نحط فيه جنش مثلا عشان نعلمه. مش مجهزة معايا دلوقتي دبوس، فممكن نحط جنش ونعلم كده. خلاص انا بس بوريك، لكن انا عن نفسي مش هعلمه لان انا عارفاه. فهنشتغل هنا، هنبدأ من اول غرزة الغرزة اللي اشتغلنا فيها غرزة المنزلقة، هنرتفع سلسلة وهنشتغل غرز حشو عادية في كل الحلقات الخلفية بتاعة السطر اللي قبله. هنشتغل السطر كله زي ما قلت لغاية ما نوصل لأول غرزة. خلاص هخلصه وارجع. خلاص كده اشتغلت وجيت لغاية أول سلسلة أنا اشتغلتها، وهنشتغل غرزة منزلقة بطريقة اللي هي متبقاش باينة معايا. خلاص هنشتغل، هندخل هنا وهنسحب الخيط وهندخل هنا بالسلام، وهنسحب ونرتفع غرزة سلسلة. خلاص وهنشتغل في الحلقة الخلفية برضو بتاعت السطر ده، هنشتغل 5 سطور وهنرجع نكمل مع بعض باقي البورتفيه. خلاص هنشتغل 5 سطور في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده وصلت لاخر السطر السادس. انا قلت ان انا هعمل 5 سطور، بس لقيت انه الارتفاع هيبقى قليل فزودت كمان سطر. بقى عندي ادي 1 2 3 4 5 6، بقى عندي 6 سطور من غرز الحشو في اللفة الخلفية. هشتغل دلوقتي اخر غرزة حشو وهبتدي اسحب اللون التاني. نسحبه ازاي بقى؟ هنعمل حلقة المنزلقة ونسحبها من اللون تاني كده اهو بالشكل ده، وهنشد الاتنين خيط دول هنشتغل عليهم. دلوقتي انا هشتغل سلسلة وهشتغل غرزة حشو عادية في اللفة الخلفية، وبعدين هشتغل غرزة حشو عميقة في الغرزة اللي عليها الدور. شايفين يعني دي الغرزة دي هي اللي عليها الدور، هنشتغل من تحتها غرزة حشو عميقة. خلاص واللي بعدها هنشتغلها غرزة حشو عادية في اللفة الخلفية. اللي بعدها غرزة حشو عميقة تحت الحلقة دي، تحت الغرزة نفسها قصدي، يعني غرزة الحشو دي اللي عليها الدور هنشتغل تحت الغرزة عليه الصلاة والسلام. وهنشتغل غرزة حشو عادية برضو. كل شغلنا هيبقى في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين، هيبقى بالشكل ده. وهندخل هنا تحت الغرزة نفسها، وبعدين هنقص الخيط، هنقص اللون ده وهاخد الاتنين دول معايا تحت الشغل عشان انضفهم معايا. دي الغرزة اللي عليها الدور الصلاة والسلام، ودي الغرزة اللي عليها الدور هنشتغل غرزة حشو عميقة، ودي الغرزة
اللي بعدها غرز سهلة جدا وشكلها جميل، والالوان كمان ماشية مع بعضها حلوة اوي. شايفين؟ عليه الصلاة والسلام. ودي الغرزة اللي عليها الدور. خلاص كده احنا يعتبر نضفنا الغرز بتاعتنا والخيوط بتاعتنا مع الشغل واحنا شغالين. هنشتغل بالشكل ده 5 سطور برضو، ده اول سطر منهم. وبرضو هشوف واقيس لو الارتفاع بتاعي شايفاه انا مش مناسب، فهشتغل سطر زيادة، لانه في عندي سطر حشو عادي هشتغله في الاخر. يعني هشتغل 5 سطور من الغرز دي، وهشتغل سطر غرز حشو عادية في اخر سطر. دلوقتي بنكمل بس الغرز دي. السطر اللي جاي بقى هقولك عليه بعد ما اخلص السطر ده. يعني هكمل بنفس الطريقة كده لغاية ما اجي عند اخر السطر، واقولك هنكمل ازاي. خلصت كده السطر زي ما احنا شايفين بنفس الغرز دي. دلوقتي بقى عليه الصلاة والسلام المفروض يكون الدور على غرزة الحشو العميقة، لكن انا عندي الغرزة اللي جاية هي على طول غرزة منزلقة. فهعمل ايه؟ هشتغل تحت غرزة المنزلقة غرزة حشو عميقة. شايفين؟ بقت عندي نظمت لي شكل السطر. وهرتفع سلسلة. خلاص هرتفع سلسلة وهشتغل. اول حاجة هيبقى عندي دي دور على غرزة الحشو العميقة، هشتغلها بعدها كده. وبعدين اللي اشتغلنا عليها غرزة حشو عميقة هتبقى غرزة حشو عادية، والعكس. يعني غرزة الحشو العادية دي هشتغل تحتها غرز حشو عميقة، والعكس صحيح. خلاص كده اهو. شايفين؟ هتبقى عكسها. هتبقى بالشكل ده. طبعا الجمال ده كله بيبان في الاخر. خلاص هشتغل غرز حشو عميقة غرز حشو عادية بالتناوب. يعني زي ما قلت غرزة الحشو العميقة دي هشتغل فوقيها، غرزة الحشو العادية بشتغل تحتيها، وكله في الحلقة الخلفية برضو عشان ما نلخبطش شكل البورتفيه ويطلع مش مظبوط. خلاص هكمل بالشكل ده لغاية اخر السطر زي ما قلت كده، وبنكمل بنفس النمط. هشتغل 5 سطور من الغرزة دي. خلصت خلاص، اشتغلت 5 سطور. لقيت انه هيبقى اقل شوية من المقاس اللي انا عايزاه، فاشتغلت 6. ادي 1 2 3 4 5 6 كده 6 سطور بغرز الحشو العميقة بالتبادل مع غرز الحشو العادية. خلاص. وعشان للأمانة يعني انا اشتغلت هنا شغل حلزوني، ما قفلتش السطر. كنت بقفل السطر في اللي قبله، لكن ما قفلتش السطر بتاع الشغل ده. خلاص زي ما انتم شايفين احنا نضفنا الخيوط بتاعتنا اول باول، فما بقاش عندي خيوط عايزه تتنضف. وجيت عند الاخر هنا اشتغلت سطر غرز حشو عاديه في اللفه الخلفيه. دلوقتي انا المفروض اني خلاص كده خلصته، فهقفل السطر كده. المفروض هاجي بس عند اخر السطر وهقفله. هنشوف دلوقتي عليه الصلاة والسلام اول غرزة كنا بنشتغلها هي دي، فهنقفل فيها هي بمنزلقة. خلاص. وبعدين هقص بقى وهنضف الخيوط. عايزين تشتغلوا سطر منزلقة طبعا ده شيء يرجع لكم، مش عايزين هو الشكل كده بيبقى جميل جدا. هشوف لكم دلوقتي مقاسه
مقاس العرض نقول 22 سنتي، 22 سنتي. مقاس الطول بتاعه 12 سنتي، 1 لغاية هنا 13 سنتي. مقاس الطول بتاعه 13 سنتي. خلاص، 22 العرض و13 الارتفاع. دلوقتي هنقفل، المفروض خلاص كده هنقص الخيط وهنسحب خلاص كده. من هنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب. خلاص كده، وهجيب ابرة التنظيف وهنضف الخيط من جوه من ورا الغرز. خلاص كده، انا كده خلاص خلصته. شكله جميل جدا وشيك قوي، بس الكاميرا مبهته اللون، هو اللون بتاعه ازهى من كده الصراحه. شايفين الشكل بتاعه شيك وجميل قوي وخفيف جدا. خيط المكرمية المصري انا بحبه جدا في شغل الشنط، بحس ان هو المناسب لشغل الشنط، خفيف وناشف ماسك نفسه. في منه طبعا سمك الخيط الطري او الناعم على حسب الفتلة اللي انتي هتختاريها. دلوقتي نشوف ازاي هنشتغل حزام على السلسلة. هنقسم طبعا السلسلة بالنص. السلسلة اللي عندي دي مقاس متر، هنقسمها بالنص. هنقص من هنا. طبعا بفك السلسلة بصعوبة، ما بعرفش اهي. خلاص كده، خلاص كده اهو. هنشتغل بقى من الناحية دي للناحية دي. هنمسك الخيط الاول ونعمل عقدة بداية. خلاص كده، ونجيب السلسلة بتاعتنا، هدخل جواها وهسحب الخيط وهشتغل سلسلة. هشتغل عدد سلاسل بطول الحزام اللي انا عايزاه. وليكن مثلا هنشتغل نص متر. شوف النص متر ده يطلع كام سلسلة. هشتغله واعده بالسلاسل واقولك على عدد السلاسل بتاعته. اشتغلت 50 سنتي بعدد 60 سلسلة. 60 سلسلة. هلف الشغل وهشتغل غرز حشو في ظهر السلسلة. ممكن تنفع تشتغلي غرز نص عمود. هسيبلك اللينك بتاع الغرز. نشتغل غرز حشو عادية. لا، نسيت حاجة، اسفة. اشتغلت عدد 60 سلسلة بطول 50 سنتي. هرتفع كمان سلسلة وهدخل في عندي دلوقتي السلسلة التانية. هندخل من هنا كده نسحب الخيط كده ونشتغل عليه. خلاص، وندخل كمان نسحب غرزة حشو تانية. خلاص كده، دلوقتي بقى هنلف الشغل ونشتغل غرز حشو في ظهر السلسلة. خلاص، هتبقى بالشكل ده. الصلاة والسلام. هلف كده وهشتغل غرز حشو عادية في كل الحلقات، قصدي في كل السلاسل. غرز حشو عادية في ظهر السلسلة في الحلقة اللي في الظهر دي، عشان يديني الشكل ده من هنا ومن هنا. خلاص، هكمل وارجع اوريكي شكلهم في الاخر. دلوقتي خلاص وصلت
لاخر غرزة في غرز الحشو اللي انا بعملها في السطر ده. هعمل ايه دلوقتي؟ المفروض خلاص كده. استني يا سارة، استني يا سارة. هدخل واعمل غرزة حشو كمان في السلسلة. ماشي يا سلسلة، اقعدي يلا. وبعدين هقص بقى الخيط على كده. سارة فين الولاعة؟ فين الولاعة؟ اهي جنبي سارة. ماشي، شكرا يا سارة. خلاص كده هقص. وهنعمل نسحب الخيط كده، وبعدين هنجيب إبرة التنظيف وننضف الخيط. طبعا عندك إبرة تنظيف ماشي، مش عندك تقدري تنضفيه برضو بإبرة الكروشيه العادية. هنروح ونيجي كده مع الغرز عشان ما تبانش. ايه ده؟ لهم كلهم. شيلهم ماشي، واحد ايدك، اوعي ايدك يا سارة، اوعي ايدك يا سارة. شيلهم ماشي. لهم ايه ده كلهم؟ ايوه، ندخل بقى. لهم بس يا سارة اوعي. سارة اوعي يا بابا، اوعي يا حبيبي. خلاص كده، شايفين من الناحية دي وكمان من الناحية دي. لهم يبقى بالشكل ده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ولو اول مره تشوفوني يا ريت ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا الجديده. ولو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وشير للفيديو. لسه طبعا السوسته هنركبها، بس انا جبتلك الحاجات الضروريه. السوسته ركبناها كذا مره على القناه، يا ريت تتابعي فيديوهاتنا. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.